نقدر نقول ان امبارح كان يوم مميز جدا في دي سي، واليوم ده بصراحه يا جماعه مش بيتكرر كتير. اليوم ده مش بيحصل غير لما جيمس جان بتهف في دماغه كده ويطلع ويتكلم حوالين دي سي ستوديوز بالكامل، وده بالفعل اللي حصل امبارح. فعشان خاطر ما نطولش في الكلام وعشان خاطر كمان مده الفيديو، خلينا نشوف بالظبط ايه التصريحات اللي جيمس جان قالها وقلبت الدنيا. اول حاجه بنعرفها انه بياكد معلومه مهمه جدا بخصوص فيلم سوبر جيرل اللي جاي. من الاخر كده زي ما حصل مع فيلم سوبرمان اللي كان تحت مسمى سوبرمان ليجاسي، دلوقتي مع فيلم سوبر جيرل نقدر نقول وومن اوف تومورو دي ما بقتش موجوده، لان حصل تغيير كبير وجيمس جان بنفسه اكده. فمن الاخر كده هما كانوا بيتكلموا عن فيلم سوبرمان، وبعدين جابوا سيره فيلم سوبر جيرل وومن اوف تومورو اللي المفروض نازل السنه اللي جايه. وهنا بقى جيمس جان صحح المعلومه وقال اظن ان اسمه دلوقتي بس سوبر جيرل. وهنا بقى فضلوا يسألوه عن السبب والتفاصيل، وهو في الأول ما قالش كتير، بس بعد شوية بدأ يوضح أكتر وقال بالحرف أنا كنت متورط جدا في مرحلة كتابة السيناريو من الأول، بس المخرج كان شريك رائع وعارف هو بيعمل إيه بالظبط. عمرنا ما نعرف الحاجة هتتجمع إزاي في الآخر، بس دلوقتي شكلها مبشر وجامد جدا. وبصراحة أنا اتخنقت من العناوين اللي فيها نقطتين وبعدها اسم تاني. كمان حسينا إن العنوان القديم كان بيرجعنا لورا أصلا، مع إن الفيلم نفسه بيتكلم عن الإيرث، وكل الناس في الوقت ده قالوا غيروه. فلو جينا نبص على سوبرمان وسوبر جيرل، هو فعليا وضح السبب هنا ليه شال كلمة ليجاسي من سوبرمان وليه شال وومن اوف تومورو من سوبر جيرل. جيمس جان بيحب التبسيط زي ما عمل في سلسلة الجارديانز جزء أول تاني تالت، ويمكن نفس المشكله اللي بيتكلم عنها حصلت معانا مثلا مع فيلم سبايدر مان ان كان بقى هوم كومينج وفار فروم هوم. نفس النظام برضه في كابتن امريكا زي سيفل وور وكمان بريف نيو وورلد، ومين عارف اللي جاي هيبقى اسمه ايه. فهو شايف ان الموضوع بيكبر ويتعقد والناس ممكن تتلخبط، فمن الاخر كده هو بيبسط على الجمهور الاسم بتاع الفيلم. سوبرمان يبقى احنا عارفين ان ده فيلم سوبرمان التابع لجيمس جان، سوبر جيرل يبقى برضه تابع لجيمس جان في عالم الدي سي يو، خلاص الموضوع خلص. اما بالنسبه لما جيمس جان بنفسه اتسال عن جمهور زاك سنايدر وخصوصا الناس اللي مش بيحبوه وبيتمنوا فشل عالم الدي سي يو، جيمس جان هنا بيرد بهدوء جدا وثقه وبيقول ما عنديش مشكله مع ده، انا شايف ان ده شيء كويس، مش لازم كل الناس تكون بتشجعك، بالعكس وجود ناس ضدك احيانا بيكون مفيد. كلام جيمس جان من الاخر هنا بيقول لك انا مش جاي ارضي الكل، واللي مش عاجبه برضه ده جزء من اللعبه، لان لما الاقي ان الناس كلها راضيه عني اكيد في حاجه غلط، فبالتالي لما الاقي ان في ناس ضدي اكيد طبعا هينتقدوا المشاريع اللي انا شغال عليها. فبالتالي التريقه اللي بتحصل على فيلم سوبرمان لحد دلوقتي كده لما بنشوف اي اعلان تشويقي او الاعلان الرسمي كمان او حتى اي صوره، جيمس جان بياخد باله جدا من النقط دي، فبيبتدي يشتغل على اي مشكله فعلا بيتريقوا عليها. فانا مش جاي اقول لك انه ممكن فعلا يظبط الموضوع ده بنسبه 100%، على سبيل المثال مثلا السي جي اي عارفين ان لحد دلوقتي لسه في مشاكل، ولكن لما تبص لاول اعلان تشويقي واخر اعلان تم عرض فيلم سوبرمان هتلاحظ فعلا ان في فرق كبير جدا، وجيمس جان اشتغل على حاجات كتيره جدا كان فيها مشاكل. فمن الاخر جيمس جان مش خايف من النقد ومش بيحاول يستعطف جمهور زاك سنايدر، هو فاهم كويس ان جزء من جمهور دي سي مرتبط جدا بزاك سنايدر ومش هيقبل اي تغيير بسهوله، لكنه مش بيحاول يدخل في صراع معاهم وبيكمل شغله بثقه. فزي ما وضحت لك برده في البوست على السوشيال ميديا اللي هو كان بيعلق على المنشور اللي انا برده عملت عنه فيديو هنا على القناه، المنشور ده بيقول لجمهور زاك سنايدر يا جماعه لازم نقاطع فيلم سوبرمان. فجيمس جان بالفعل شاف المنشور ده وقال من الاخر كده ان احنا فعلا هنعدي كل الكلام ده وفيلم سوبرمان في النهايه اكيد هينجح. مش عارف بصراحه، هو يعني مجرد احساس شخصي بعد الكلام بتاع جيمس جان ده، انا شاكك اصلا ان نزل البوست ده هو تابع لجيمس جان، مش عارف، واللي هو في الاخر كده ممكن تكون لعبه هو جيمس جان نفسه عاملها، لان زي ما وضحت لك في الفيديو ان فعلا في اكونتات كتيره تابعه لزاك سنايدر او بتدعمه قالوا ان احنا نرفض الكلام ده تماما. التصريحات بعد كده بتاخدنا لما بيكون بيتكلم عن ديزني، وبالتحديد الفتره اللي شركه ديزني ضغطت فيها على استوديوهات مارفل، وده طبعا علشان خاطر تزود عدد الاعمال والمسلسلات بشكل كبير، وده كان واضح جدا بعد نجاح فيلم اند جيم. جيمس جان هنا كان بيقول تحديدا اللي حصل ما كانش عادل وما كانش قرار صح، واللي حصل ده فعلا دمرهم. ديزني فرضت على مارفل انها تزود الانتاج بشكل مبالغ فيه، يعني بدل ما كانوا بيعملوا فيلمين او 3 في السنه بقينا نلاقي كل شهر تقريبا حاجه جديده. جيمس جان شايف ان القرار ده كان غلطه كبيره لانه خلى الجمهور يتعب ويتشبع من كتر المحتوى، واللي حصل ده في رايه دمر مارفل فعلا لان الجوده قلت والمشاهد فقد الحماس وحصل تشبع وزهق. طيب لما تيجي تشوف الجانب الايجابي في الموضوع، جيمس جان دلوقتي هو رئيس دي سي ستوديوز وبيتكلم من تجربه حقيقيه عاشها مع الام سي يو، واضح ان مش ناوي يكرر نفس الغلطه مع عالم الدي سي يو، عشان كده هو بيشتغل على عدد محدود من المشاريع في وقت واحد وبيهتم كمان بالجوده مش بالكميه.
بدل بقى جبنا سيره الجوده، فاكيد طبعا انت عارف ان جيمس جان مش بيوافق على اي مشروع داخل الدي سي يو غير لما يكون مكتوب سكريبت ممتاز. لان بعدها جيمس جان اعلن بشكل رسمي انه وقف شغل على فيلم جديد في الدي سي يو، رغم ان كل حاجه كانت ماشيه تمام والناس ورا المشروع كانوا متحمسين جدا. فهو وضح هنا ان الكل فعلا كان متحمس اننا نعمل الفيلم، وفعلا اخذ الضوء الاخضر وكان خلاص داخل على التنفيذ. ولكن للاسف السكريبت ما كانش جاهز، وانا ما اقدرش اقدم فيلم للجمهور لو النص مش على المستوى المطلوب. التصريح ده لو ركزت فيه هتلاقيه فعلا ممتاز جدا. جيمس جان مش هيرضى باي مشروع يتقدم معانا في عالم الدي سي يو غير لما تكون فعلا الجوده بتاعته ممتازه، وعارف ان اللي عمل ده هينجح في النهايه. نقدر نقول ان جيمس جان مش بيجامل ومش هينفذ فيلم لمجرد انه جاهز انتاجيا، لازم يكون في نص ممتاز الاول. والواضح معانا ان فعلا بياخد وقته في بناء عالم الدي سي يو، وبيحاول ما يكررش اخطاء الاستعجال او العشوائيه اللي كانت بتحصل معانا في العالم السينما القديم. فاظن الرساله واضحه، الجوده قبل اي حاجه تانية. وهنا بقى السؤال المهم، ايه هو المشروع اللي تم الغائه في عالم الدي سي يو؟ لحد دلوقتي هو ما توضحش، بس لما تيجي تركز في المشاريع كده هتعرف بالظبط ممكن يكون مين المشروع ده. يعني انا واحد من الناس شايف بصراحه من وجهه نظري ممكن جدا لا اما راكي بروك او كمان مشروع زي سورتي، بس انا شايف ان الافضل يكون راكي بروك. لكن مشروع زي سورتي بصراحه هيكون حلو جدا لو تقدم معانا في يوم من الايام لايف اكشن، لانه قلت لك قبل كده ده فرصه دي سي انها تقدم ذا بويز الخاصه بيها، وفي النهايه هتلاقي في ناس برضه متحمسه جدا للمشروع ده، على عكس المشروع بتاع راكي بروك اللي احنا عارفين ان هو يعتبر فلاش باك للشخصيه، واللي احنا فعلا كنا شايفين ان في تطورات كبيره جدا في المشروع ده. ولكن فجاه لقينا كل حاجه بتتوقف، وزي ما سمعنا كده مؤخرا ان هو بيتاجل للسنه اللي جايه. فهل فعلا تصريح جيمس جان هنا اللي يقصد بيه هو مشروع راكي بروك، ولا وارد جدا يكون في مشروع داخل الدي سي يو هو يقصده؟ لانك انت لما تيجي تركز كده في الخطه اللي كان بيقولها جيمس جان، هتلاقي عندك حاجه زي بوستر جولد، هتلاقي اماندا وولر، هتلاقي سويم سينج، زي سورتي. فوارد جدا في النهايه يكون اي مشروع من المشاريع دي تم الغائها. بس اكيد يعني بعد التصريح ده الفتره اللي جايه هنعرف هو ايه المشروع ده بالظبط. بعد كده بيتكلم بصراحه عن نوعيه النقاشات اللي بتحصل كتير على الانترنت، زي مثلا مين هيكسب لو اتقاتل سوبرمان ضد هوملاندر، او مثلا باتمان ضد ايرون مان، او شخصيتين خارقتين قدام بعض. فقال بكل وضوح بصراحة أنا شايف إن دي من أغبى النقاشات اللي ممكن الناس تتكلم فيها. هو بيشوف الجدل اللي بيحصل على السوشيال ميديا طول الوقت، واللي بيبقى كله عن لو سوبرمان واجه هوملاندر مين هيكسب، فشايف إن النوع ده من المقارنات ملوش معنى ومش مهم أصلا. من الآخر كده جيمس جان بيغلط وبيشوح بإيده كمان، يعني مشيها. فعادي يعني مش اول مره، ما هو قبل كده قال لك هو احنا من امتى بناخد اصلا براي قارئ الكوميكس. انا عارف ان في ناس كتيره يمكن تكون نسيت الجمله دي، عشان خاطر في ناس كتيره كده تبقى قاعده المفروض كان يعمل كذا. يا عم طب خلاص، يعني هو بنفسه قال لك انا مش هاخد برايك، فريح دماغك واسكت. الخلاصه هنا جيمس جان شايف ان بدل ما نضيع وقت مين يكسب، الاحسن نركز على القصه، العمق، التطور والرساله اللي ورا الشخصيات. فبعد الرد بتاعه ده هو قفل الباب ده نهائيا. خلاص يا جماعه انا مش فارق معاه اصلا النقاشات دي بتتكلم في ايه بالظبط، علشان بعد كده قرر اخيرا يواجه واحده من اكتر الحاجات اللي ناس كتير بتسخر منها بخصوص سوبرمان، وهي ازاي محدش كان بيعرف ان كلارك كينت هو سوبرمان مع انه بس بيلبس نظاره. وده حصل لما الصحفي ساله عن المشهد اللي في اعلان فيلم سوبرمان، واللي باين فيه ان لويس لين بتكون عارفه ان كلارك كينت هو سوبرمان من البدايه. جيمس جان هنا بيقول الموضوع ده مش متجاهلينه في الفيلم، بالعكس هيتفتح ويتشرح بشكل مباشر. لويس نفسها هتتكلم عن النقطة دي جوه الفيلم وهتوضح رأيها فيها. بيقول كمان إن الموضوع ممكن يبان يضحك الناس مثلا في الأول، بس هو مش واخده على سبيل المزاح أو الهزار، في تفسير فعلي هيتعرض جوه القصة. والتفسير ده مش من تأليف جيمس جان هو بنفسه، ده جاي من القصص المصورة الأصلية، يعني حاجة تعتبر جزء رسمي من تاريخ الشخصية أصلا. فنقدر نقول إن الفيلم هيقدم تفسير حقيقي ومقنع ليه الناس ما كانتش بتعرف إن كلارك كينت هو سوبرمان رغم البساطة بتاعت التخفي. غير كمان جيمس جان بيحترم ذكاء الجمهور ومش عاوز يعدي على التفاصيل الغريبة من غير ما تتوضح. التصريح ده بيعرفك إن جيمس جان هو سند على الكوميكس بشكل كبير جدا، يعني من الآخر كده هو مش جاي يألف، الراجل ده دارس شخصية سوبرمان في الكوميكس بشكل كويس. غير كمان بدأ يتكلم شوية عن ليكس لوثر، وبدأ يكشف تفاصيل عميقة ومثيرة جدا عن الشخصية دي، واللي واضح انه هيكون مختلف ومليان طبقات نفسية ومعقدة. فهو كان بيقول ان ليكس لوثر شايف سوبرمان بنفس الطريقة اللي بعض الفنانين بيشوفوا بيها الذكاء الاصطناعي دلوقتي. من الاخر كده ليكس بيقول لنفسه انا اذكى واحد في العالم وعندي انجازات عظيمة وتعبت كمان واشتغلت علشان خاطر اوصل لكل ده، وفجأة يجي كائن غريب واللي هو سوبرمان ما عملش اي مجهود علشان خاطر يبقى عنده قوة خارقة، يطير ويدمر مباني ويبقى البطل اللي كل الناس بتحبه. ومش بس كده، وسيم جدا كمان، الناس كلها بتتكلم عنه. طيب وانا؟ فاللي بيغلي جوه ليكس لوثر هو الاحساس انه اتشال من مكانه، وانه كل اللي عمله ما بقاش له قيمه اصلا. عنده هوس بالمكانه، بالاعتراف، بالهويه.
هو مش بيكره سوبرمان علشان خاطر شرير وخلاص، هو حاسس انه اتسرق منه كل حاجه المفروض تكون ليه. ده بيخلي الصراع بينهم مش بس صراع خير وشر، لكن صراع اعمق بكتير، صراع نفسي وانساني عن الغيره والمكانه والاعتراف. التشبيه الجامد بصراحه اللي عجبني هنا ان جيمس جان شبه ليكس لوثر بالفنان اللي بيشوف الذكاء الاصطناعي بياخد مكانه. انا اللي اشتغلت وتعبت وبنيت، وده طالع من العدم بموهبه ما استحقهاش وسرق الادوار كلها. بعد كده بيتكلم حوالين التعاون ما بين مارفل ودي سي، الفكره اللي ناس كتيره طبعا بتحلم بيها زي فيلم فيه سوبرمان وسبايدر مان مع بعض. فهو بيوضح اننا اتكلمنا عن الفكره دي مليار مره قبل كده، وسهل جدا ان هي تحصل من الناحيه الفنيه، لكن انك تجيب سبايدر مان وسوبرمان في نفس الفيلم مش كفايه لو القصه نفسها وحشه، لازم القصه تطلع من مكان حقيقي، وده صعب جدا تعمله. لما تيجي هنا بقى تحلل الكلام بتاع جيمس جان وتشوف ان الفكره نفسها مش مستحيله، ده بيوضح لك ان دي سي ومارفل ممكن يتعاونوا فعلا في يوم من الايام. خد بالك يعني ان هو بيأكد ان هم اتكلموا عن ده كتير، يعني في نيه او على الاقل فضول، لكن الفيلم مش هيبقى ناجح لمجرد انك جمعت ابطال كبار زي سوبرمان وسبايدر مان وخلاص. فجيمس جان هو هنا شايف ان الكتابه هي الاساس مش مجرد استعراض اسماء او شخصيات، فنقدر نقول هنا ان في احتمال فعلا نشوف حاجه زي كده في المستقبل، لكن مش قريب ومش قبل ما يتبني عالم الدي سي يو الجديد بالكامل. غير كمان على الجانب الثاني انت عندك دومز داي والسيكريت وورز، فحاجه زي دي من مارفل ممكن تحصل فعلا بعد السيكريت وورز او يتمهد ليها. بيوضح كمان ان في حاجتين شغالين عليهم بكل تركيز دلوقتي في استوديوهات دي سي، وبيعتبروهم كمان اللي اولويه في الوقت الحالي. اول حاجه الانتهاء من كتابه فيلم باتمان بريفن ذا بولد، وتاني حاجه الانتهاء من كتابه فيلم وندر وومن الجديد. جيمس جان بيقول ان فيلم باتمان الجديد فعلا اللي هيكون مختلف تماما عن باتمان روبرت باتنسون، وهيقدم شخصيه باتمان في عالم الدي سي يو الجديد ومعاه روبن اللي هو ابنه ديميان وين. فيلم وندر وومن اللي لسه مش معروف مين هتمثل الدور فيه، بس واضح ان هم ناويين يعيدوا بناء الشخصيه من الصفر، ومش هيكملوا طبعا مع جال جادوت. في الوقت الحالي هم مش بيصوروا ولا بينتجوا، لكن بيشتغلوا على السيناريوهات نفسها، وده طبيعي لان الكتابه هي الاساس قبل اي حاجه. مش محتاج تسال بقى طب ليه دول بالتحديد الاولويه، لان زي ما احنا عارفين ان بناء عالم الدي سي يو يكون الاساس بتاعه 4 شخصيات: سوبرمان، سوبر جيرل، باتمان، وندر وومن. فاحنا خلاص عندنا فيلم سوبرمان قرب يتعرض، السنه اللي جايه هيكون عندنا فيلم سوبر جيرل، بعد كده المفروض يكون معانا باتمان وبعديه وندر وومن. بعد كده بنعرف ان في سنه 2020 لما جيمس جان كان في فتره خروج من مارفل بعد خناقه طبعا التغريدات اللي كان بينزلها، دي سي فعلا عرضوا عليه ان هو يخرج فيلم لباتمان ضمن خطه بيبنوا عليها عالم سينمائي جديد، لكن هو وقتها كان لسه راجع لمارفل عشان خاطر يكمل الجزء الاخير من الجارديانز، ورفض العرض بسبب التزامه بالمشروع. كان شايف ان من غير المنطقي او حتى مش مريح ليه نفسيا انه يروح يشتغل على شخصيه زي باتمان، خصوصا وهي واحده من اكبر رموز دي سي في وقت هو بيرجع فيه يكمل الثلاثيه اللي هو بداها في مارفل. هو كمان قال في تصريحات بعد كده انه بيحب باتمان جدا، لكن حس ان المشروع مش هو الانسب ليه في الوقت ده، وكمان اكتر ميال لفكره انه يشتغل على شخصيات تانية اقل شهره ويعيد تقديمها زي ما عمل مثلا مع سوسايد سكواد وكمان بيس ميكر. نقدر نقول ايوه جيمس جان في يوم من الايام كان هيكون مخرج فيلم الباتمان. ولو انت شايف بقى ان خلاص الموضوع انتهى ومات، فخليني اقول لك برضه ان جيمس جان هو اللي ماسك رئاسه استوديوهات دي سي، هو مخرج وكاتب فيلم سوبرمان، ودلوقتي في كاتب مش عارفين اسمه هو اللي بيكتب السيناريو بتاع فيلم باتمان بريفن ذا بولد التابع لعالم الدي سي يو. مين المخرج لحد دلوقتي مش عارفين، زي ما كان واضح لنا قبل كده ان اندي موشيتا هو اللي المفروض كان يكون المخرج بتاع الفيلم ده، ولكن نقدر نقول ان اندي موشيتا خلاص بره، فكده محتاجين فعلا مخرج يخرج فيلم باتمان بريفن ذا بولد. فهل التصريح ده جيمس جان قصد في الوقت ده علشان خاطر يقول لك ان بنسبه كبيره انا اللي هكون مخرج فيلم باتمان بتاع عالم الدي سي يو؟ اقدر اقول لك ان كل شيء جايز فعلا يحصل، انا مش مستبعد بصراحه اي سيناريو. فنكمل هنا برضه مع شخصيه باتمان، ولكن مع باتمان مات ريفز. جيمس جان هنا بيرد بشكل مباشر على الشائعات اللي بتقول ان فيلم ذا باتمان البارت الثاني اتلغى، وقال بكل وضوح الفيلم ما اتلغاش، بس لسه ما فيش سكريبت جاهز. بصراحه انا تعبت جدا من الجمله دي والله، اللي هو اي حاجه السكريبت لسه ما جهزش. يا جدعان خلاص والله خلاص فعلا ما ينفعش، مش منطقي، فكر فيها بالعقل. بقالك كام سنه بتكتب في سكريبت بتاع بارت تاني؟ انت عندك مسلسل بينجوين خلص وكمان اتصور واتعرض، ولسه البارت التاني لحد دلوقتي لسه السكريبت بتاعه ما خلص. لا وكمان جيمس جان هنا بيقول لك ان مات ريفز شغال عليه بس بالراحه. بالراحه ايه يا عم؟ هو خايف لا يتكسر من ايده؟ وخلوه كمان ياخد وقته ويشتغل على راحته. في ناس بتكون قاسيه جدا في احكامها وده شيء مؤسف، بس المهم اننا نسيبه يكمل شغله زي ما هو شايف. وايوه نفهم كده ان الفيلم شغال بس مات ريفز مش مستعجل. طيب اللي انا شايفه من وجهه نظري، يعني خلاص انا قلت لك الكلام ده كتير قبل كده اكتر من مره، بس معلش برضه هقولها لك برضه خلاص عشان خاطر يعني الموضوع فعلا بقى واضح وضوح الشمس والله. فيلم ذا باتمان البارت الثاني هيتم اتخاذ فيه القرار بشكل رسمي بعد عرض فيلم سوبرمان. من الاخر كده هو مفيش تالت، لا اما ذا باتمان بارت 2 هيتلغي والعالم ده خلاص كده بلح شكرا، ومات ريفز ينضم لعالم الدي سي ويشتغل مع جيمس جان،
لا اما باتمان روبرت باتنسون هينضم لعالم الدي سي يو، ولكن هنا هنكمل بالرؤيه بتاعت جيمس جان وليس مات ريفز، او خلينا نمشيها بشكل ابسط، عالم الاتس وولتس او ذا باتمان بارت الثاني هيتلغي، وهنجيب روبرت باتنسون من عالم الاتس وولتس ينضم معانا لعالم الدي سي يو باتمان الجديد. ولو قلت لي يا عم خلاص ما هو اكد ان الفيلم لسه شغال وقال كمان ان العالم ده مش هيتلغي، فليه بتقول كده؟ خليني اقول لك هنكمل مع التصريحات بتاع جيمس جان لان كلامه لسه ما خلصش. بعد التصريح ده جيمس جان بيقول تصريح تاني خلاص بقت واضحه وضوح الشمس والله. هو هنا بيتسال سؤال مباشر عن احتمال ان باتمان بتاع روبرت باتنسون ينضم لعالم الدي سي يو، وكان رده صريح وواضح. مش هقدر اقول ان الاحتمال صفر تماما، واخد بالك من الجمله دي، لان دايما في حاجات ممكن تحصل فجاه، لكن بصراحه الاحتمال ده ضعيف جدا. هو بيستخدم اسلوب دبلوماسي عمرنا ما نعرف ايه ممكن يحصل، بس واضح من كلامه ان نيته لا دلوقتي. فايوه خلينا نقول لحد الوقت الحالي باتمان بتاع مات ريفز هيكمل في العالم بتاعه الخاص، في باتمان جديد هيظهر معانا في الدي سي يو تحت مسمى باتمان بريفن ذا بولد، وجيمس جان لحد دلوقتي مش حابب يخلط بين العوالم علشان خاطر ما يبقاش في لخبطه عند الجمهور، وعشان يدي كل نسخه فرصتها تلمع بالطريقه بتاعتها. فبرضه فكر معاه بالعقل كده، دلوقتي تقدم معانا فيلم سوبرمان وبعده سوبر جيرل، وبنسبه كبيره جدا اللي عليه الدور هيكون فيلم باتمان بريفن ذا بولد، وبعده على طول وندر وومن، وزي ما قلت لك دول الاربعه الرئيسيين في عالم الدي سي يو. فالسنه دي سوبرمان 2025، سنه 2026 سوبر جيرل، سنه 2027 المفروض باتمان بريفن ذا بولد، سنه 2028 وندر وومن. طيب دلوقتي ذا باتمان البارت الثاني لو هنكمل معاه هيتعرض امتى بالظبط؟ من سابع المستحيلات ان ذا باتمان البارت الثاني يتعرض معاك السنه اللي جايه، لان اصلا الفيلم لسه ما اتصورش، لسه اصلا السكريبت ما خلص، يبقى كده ما قدموش حل غير انه يتعرض معانا سنه 2027 اللي هي نفس السنه هيتعرض فيها باتمان بريفن ذا بولد. ومن سابع المستحيلات جيمس جان ياجل فيلم باتمان بريفن ذا بولد علشان خاطر باتمان بتاع مات ريفز، فبالتالي ذا باتمان البارت الثاني هيتعرض معاك سنه 2028، ده اذا اصلا في النهايه اتعرض. فاعتقد ان كل حاجه كده وضحت ليك ايه السيناريو اللي ممكن يحصل بالظبط مع ذا باتمان البارت الثاني او العالم ده بالكامل. ونقطه زي دي مش عاوز ان انا اتكلم عليها كتير لان سبق واتكلمت في فيديوهات هنا على القناه اكتر من مره، وفي ناس فعلا مصدقه الكلام اللي انا بقوله، وفي ناس تانية شايفه ان لا طبعا صعب ان حاجه زي دي تحصل، وجيمس جان هو راجل صادق وفعلا هينفذ الكلام اللي بيقوله. فما علينا بقى، نروح لباتمان بتاع عالم الدي سي يو. جيمس جان بيوضح شويه ملامح من الشخصيه دي، وده كان مهم جدا لان في ناس كتير بتسال هل باتمان الجديد هيكون شبيه بباتمان نسخه روبرت باتنسون ولا هيكون مثلا مهرج شويه زي الشغل بتاع جيمس جان في الافلام الثانيه. فجيمس جان هنا بيوضح ان لازم اضمن ان باتمان في الدي سي يو ما يبقاش نسخه طبق الاصل من باتمان بتاع مات ريفز، بس كمان ما يبقاش باتمان مهرج او تافه. مش من اهتمامي اقدم باتمان بطريقه ساخره او فيها هزار كتير. ايه ده فيها هزار كتير؟ يعني هيكون فيها هزار؟ مش ما علينا، احنا دلوقتي شغالين على ده، واعتقد ان لقيت المدخل الصح للشخصيه، والدور دلوقتي على الكاتب اللي بشتغل معاه انه يكمل الشكل ده. فيمكن اللي واضح من كلامه هنا ان هو بيحاول يلاقي توازن، شخصيه جد قويه لكن مختلفه عن اي باتمان قبل كده، وبيقول كمان انه وصل لفكره مناسبه فعلا للشخصيه. فالواضح هنا فعلا ان باتمان بتاع الدي سي يو هيكون ليه شخصيه مستقله تماما عن اي شخصيه اتقدمت معانا قبل كده في اللايف اكشن. المهم بنكمل برضو مع جيمس جان. جيمس جان طلع ووضح نقطه مهمه جدا الناس كانت مكبره فيها الموضوع زياده عن اللزوم، واللي هي مصير شركه دبليو كلها مش متوقف على نجاح فيلم سوبرمان. فهو بيقول ان الناس كتير كانت فاكره ان فيلم سوبرمان هو يا اما يكسر الدنيا يا يوقع الشركه، وان نجاحه او فشله هو اللي هيحدد مستقبل دي سي كله وحتى مستقبل جيمس جان نفسه. لكن جيمس جان رد على الكلام ده بكل هدوء وقال بالنسبه ليا سوبرمان هو اول خطوه في عالم الدي سي يو اللي ببنيه، انا مش شايفه ان لازم الفيلم ينجح نجاح اسطوري علشان خاطر نكمل، انا شايف ان لو الفيلم نجح بشكل كويس ومحترم ده كفايه جدا بالنسبه ليا. فهو بيوضح كمان بمثال، فاكرين فيلم ايرون مان ما كانش اعظم فيلم في التاريخ ولا كان زي مثلا افاتار، لكن كان بدايه محترمه لعالم مارفل، وده اللي احنا بنعمله بالظبط. فالهدف هنا من فيلم سوبرمان مش انه يكسر الدنيا بس، هو انه يكون بدايه محترمه لعالم الدي سي يو، يقدم شخصيات الناس ترتبط بيها وتحس ان هي فعلا حقيقيه. كمان بيوضح ان هو اتضايق من حاجه قبل كده، بعض المقالات بتكتب كلام سلبي وتضغط علينا بزياده، زي مثلا الفيلم ده يحدد مصير دي سي ويزود الضغط على جيمس جان. لا يا جماعه، انا مش مسؤول عن كل اللي بيحصل، انا مسؤول عن الجزء اللي بشتغل عليه فقط. اكد في الاخر كمان لو الفيلم رجع تكلفته وحقق ميزانيته فانا كده راضي تماما، مش لازم يحقق مليار دولار ولا اي حاجه من الكلام ده. فالخلاصه هنا هو بيطمن الناس وبيقول لهم سوبرمان مش معركه حياه او موت لدي سي، دي مجرد بدايه محترمه لعالم كبير متكامل بنبنيه خطوه خطوه. خد بالك كلام جيمس جان مهم جدا جدا هنا. ففي ناس كتير متحمسه جدا للفيلم ده لدرجه ان هم قاعدين وحاطين في دماغهم ان بنسبه 100% الفيلم هيجيب مليار، بل كمان هيكسر مليار. ويمكن اتكلمت هنا في فيديو على القناه وقلت لك الاسباب اللي ممكن توصل الفيلم لكده، والاسباب اللي ممكن اصلا الفيلم عن طريقها ما يجيبش غير التكلفه بتاعته بالظبط، ويبقى كده حلو جدا الفيلم.
ولكن انك تحط في بالك ان الفيلم من دلوقتي يحقق المليار يا جماعه صعب جدا في الوقت الحالي. لو حصل يبقى خير وبركه، لان ما تنساش ان احنا في فتره دلوقتي يمكن الناس زهقت اصلا من افلام السوبر هيروز. احنا في الوقت الحالي مش زي مثلا بدايه الالفينات. كمان ما تنساش زي ما قلت لك قبل كده ان انت معاك فيلمين تقال جدا في نفس الشهر، وهو جيمس جان بنفسه رئيس دي سي ستوديوز وكمان مخرج وكاتب فيلم سوبرمان يوضح من الاخر كده انه مش شايف ان لازم الفيلم يحقق نجاح اسطوري، وده علشان خاطر نكمل عالم الدي سي يو. اما بالنسبه مستقبل شركه دبليو متوقف على فيلم سوبرمان، فهو من التصريح ده بيحاول يشيل الضغط من عليه. احنا اتكلمنا كتير جدا في النقطه دي قبل كده وقلنا ان فعلا فيلم سوبرمان هو حاجه من الاتنين، لو وقف عالم دي سي على رجليه لا اما من الاخر كده مش هيكون في دي سي. وده كلام مقنع جدا لان كل الناس شايفه حاجه زي دي. ومعلش يعني حتى فيلم سوبرمان اللي جاي ده لو فشل انت من نفسك مش هتتحمس لبقيه الاعمال، الموضوع بالنسبه ليك هيكون تقيل شويه. وعلشان خاطر الشغف يرجع لك مره تانية، شوف بقى يعدي كام سنه في عالم الدي سي يو علشان خاطر ترجع مره تانية تفكر ان انت تتفرج على افلام ممكن تقدم معانا في العالم ده. فبالنسبه لشركه دبليو بي نفسها احنا عارفين خلاص ان حصل فيها انقسام او هيحصل في بدايه السنه، وده اصلا هو تمهيد للبيع. فيمكن من كلام جيمس جان من الاخر كده بيقول لك انا ماليش علاقه اصلا بالتقسيم ده، فاحنا مكملين زي ما احنا. ولكن لما تيجي تبص للمستقبل مش عارف ايه اللي ممكن يحصل اصلا مع عالم الدي سي يو لو كملنا وحصل بيع في شركه دبليو بي. وجاب لك الخلاصه حوالين فيلم سوبرمان. فلحد هنا كده يمكن دي تكون اهم التصريحات فعلا اللي قالها جيمس جان واللي حرفيا بتقلب الدنيا مؤخرا، ان كان بقى حوالين شخصيه سوبرمان او حتى باتمان بتاع مات ريفز او باتمان عالم الدي سي يو. بس في كده الاحوال فعلا الكلام ده يمكن يكون بيحمس الواحد برضه لعالم الدي سي يو. وكالعاده خلينا ننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يظهر معانا برضه خلال الفتره اللي جايه.